أفضل لاعب ببرشلونة اليوم فرينكي ديونغ ورافينيا. فرينكي ديونغ اليوم سيطر على وسط الميدان، هو قام يتحكم بيه بكيفه من الدفاع للهجوم، كتف كل لاعبي ريال مدريد، ما قاموا يقدرون يسوون شيء. أما رافينيا فهو أكثر لاعب سبب مشكلة لدفاعات ريال مدريد من خلال مراوغاته، عرضياته، فوتاته، فلاعب يرفع له القبعة اليوم، مع العلم أنه ما سجل ولا صنع بس كان تأثيره كبير جدا. أما أسوأ لاعب ببرشلونة فأنا بوجهة نظري الكل لعب زين، القتالية، التكتيك، الكل كان لعبة 10/10، ولكن أنسو فاتي أنا أشوفه كان أسوأ لاعب، مع العلم لعب دقيقة دقيقتين ولكن ضيع الهدف الثالث. أنسو فاتي شو وقت يتعلم ما أدري. أنا صراحة لا أمل خير بهذا اللاعب، أتمنى يروح إعارة فتشيل، المهم يرجع مستواه لسابق عهده. وأفضل لاعب بريال مدريد تيبو كورتوا. تيبو كورتوا اليوم لو ما تصدياته أنا أقول لك كانت النتيجة صارت 5 ممكن 6 والله العظيم بدون أي مبالغة. اليوم كورتوا قدم، ذكرني بمستواه بالنهائي، نهائي 2022 أمام ليفربول. وأسوأ لاعب من الريال هو فالفيردي. فالفيردي اليوم موت الجهة اليمنى، قتلها نهائيا. وأصلا هذا لاعب مميز، أنا أقول لك لاعب مميز لكن لاعب وسط. مرة واحدة أنشيلوتي خلاه بالهجوم وما أعرف شلون بالحظ تخلخل اللاعبين اجى هدف، خلاص تشلل. أنشيلوتي حافظ مش فاهم، والله حافظ مش فاهم، ما أدري شلون يحسسني دا يلعب بلاي ستيشن. شنو هذا التفكير والعقلية؟ فالفيردي لاعب وسط تخليه هجوم. وبالنسبة لهدف أسينسيو، هل كان صحيح أم أنه الحكم ظلم ريال مدريد؟ أنا أشوف أنه الهدف تسلل، الهدف تسلل واضح. يجي المدريدي يقول لك تحكيم، أنت نسيت لقطة ناتشو؟ ناتشو كان يستاهل الطرد ولكن الحكم ثولها، ليش تكيل بمكيالين؟ خلي يكون عندك إنصاف شوية. وأنت مدريدي جاي تقول لي تحكيم، يعني بشرفك أنت راضي عن أداء لعبك؟ يعني بسبب هذا الهدف أنت خسرت؟ هي المباراة كاملة استحواذنا وهجماتنا والفاعلية كلها إلنا، يعني بشرفك هذا أداء بطل الشامبيونز؟ لازم تعيدون النظر بأداءكم والله العظيم. يعني ذاك الموسم فزتوا بالحظ، وما أقول لك حظ، هو لعب ولكن ما أعرف شلون الفرق انهارت بسبب شخصية البطل وهاي، ولكن هاي مو كل يوم تسلم الجرة. ركزوا على فريقكم وشيلكم من سوالف التحكيم. وألف مبروك لبرشلونة على هذا الانتصار واقترابنا من تحقيق الدوري الإسباني، وهاد لك لريال مدريد وجماهيره.